الطبيعة واحدة من أعظم هدايا الله عز وجل اللي وهبها للبشرية، وبتتجلى في كل حاجة حوالينا، سواء في الجبال، البحار، الغابات أو الصحاري الواسعة. وهتفضل دايما هي المكان اللي بيلجأ إليه الإنسان علشان يستعيد التوازن. والنهاردة قررت إني أطلع في مغامرة من نوع خاص. الساعة دلوقتي حدود الساعة 6. قررت إني أطلع في مغامرة لاستكشاف الطبيعة. إيه السر اللي بيخلي الجبال تجذبنا ليها؟ ليه بنحس بالراحة والهدوء لما نبقى قريبين منها؟ الجبال بتمثل واحدة من أهم رموز الطبيعة. لما تتأملها هتحس قد إيه أنت بسيط وصغير قدامها، وهتحس بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. الجبال مش مجرد تضاريس طبيعية، ولكنها أماكن مليانة بالحياة والتجارب الجديدة. مكان كده موجود ورايا في الوادي اللي موجود تحت ده، بفكر إن أنا أروح أستكشفه وناخد شوية شطات كده عن قرب. يلا بينا. كل خطوة بناخدها وسط الجبال بتفتح لينا عالم جديد. حتى في أصعب الظروف في دايما حياة بتتوجد. هنا بقى مش هتسمع الا صوت الطبيعة. بصوا كده المنظر عامل ازاي، سبحان الله على الجمال. عايزين نلحق ننزل نستكشف الوادي قبل غروب الشمس، لان خلاص دقايق والشمس هتغيب عن المكان، فيدوب نلحق ننزل نبص على الوادي ونستكشفه. في صوت طائر غريب كده عمال بيتردد في المكان، وانا بصراحة مش قادر احدد بالظبط مكانه فين، بس غالبا هيكون تحت في الوادي. ننزل نشوف. عايز بس اوريكم المنظر تحت عامل ازاي. يا على جمال المنظر. الجبال بتعلمنا الصبر والمثابرة، ومن على قمتها بنشوف الحياة والعالم بشكل مختلف. خلاص دلوقتي على بعد خطوات من اننا نوصل للوادي، قربنا جدا، والمنظر تحت عايز اقول لكم هيكون شيء خرافي. المكان اللي انا ماشي فيه دلوقتي ده هو مجرى السيل. وصلنا اخيرا. التواصل مع الطبيعة بيرجع لنا سلامنا الداخلي، والجمال ده مش ممكن تلاقيه إلا في الأماكن اللي بنغامر ونستكشف فيها. السد اللي موجود ورايا ده سد اللي كان بيمنع الأمطار، لأن المكان ده بيعتبر مكان منخفض واسمه مجرى السيل. خلينا نستكشف المكان واخدكم في جولة، وبعد كده نكون خلصنا مغامرة النهاردة. علشان تشوفوا بقى نسبة الأمطار هنا والسيول كانت بتوصل لحد فين، تعالوا معايا. الظاهر بقى إن السيل كان بيجي هنا وبيجي ويشيل أي حاجة في طريقه، بس خلينا أوريكم الأول مستوى مية الأمطار كان بيوصل لحد فين. عايزكم تتخيلوا معايا مستوى المية كان بيوصل لحد فين. شايفين العلامة، الخط الفاصل باللون الأبيض ده. وإنك تقضي وقت في الطبيعة فده ليه تأثير إيجابي على صحتك النفسية والجسدية. إنك تمشي في وسط الطبيعة والأماكن الفاضية هيساعدك في تخفيف التوتر والقلق، وهيعزز شعورك بالسعادة والرضا. الحقيقة يا جماعة إن التواصل مع الطبيعة حاجة مهمة جدا علشان نقدر نوازن حياتنا. التواصل مع الطبيعة ده بيرجع لنا السلام الداخلي بتاعنا، فمحتاجين من وقت للتاني نستكشف الطبيعة، نشوف إبداع الخالق سبحانه وتعالى.
في النهاية الطبيعة مصدر إلهام لينا كلنا. عايز اخد جزء من فيديو النهارده علشان اكلمكم على موقع audio.com. لو كنتوا حبيتوا المزيكا اللي سمعتوها في فيديو النهارده، فانا دايما بستخدم موقع audio.com لكل مشاريعي علشان الاقي التراكس والمزيكا المناسبه للفيديوهات بتاعتي. وهتلاقوا في صندوق الوصف سايب لكم لينك لموقع audio.com، ومن خلاله تقدروا تحصلوا على خصم لو بتشتركوا لاول مره. في النهاية لازم نعرف إن الطبيعة جزء من حياتنا وجزء من عالمنا، ولازم من وقت للتاني نتواصل معاها عشان نقدر نعيد التوازن لحياتنا مرة تانية.